قولي لي الالوان القماش الحلوه اللي انت تحبيها ايه كست بيت بقى يعني. بالنسبة للعرايس معروف ان شقتهم لازم تكون كده فيها حاجة من الإضاءة بتبقى منورة، فتلاقيهم دايما يختاروا اللون البيج. البيج العروسة كده يعني تقول لك انا لسه عروسة بقى عايزة اللون البيج وكده ينور الشقة. بالنسبة لستات البيوت اللي بتجدد دي طبعا بتبقى أذواق، ولكن يفضل مثلا الألوان اللي هي الكحلي وداخل فيها رسومات، داخل فيها الألوان البيج، وبرضو اللون البيج يعني بيدي إضاءة للشيء. حتى لو القماشة كحلي لازم يضاف فيها رسومات فيها لون بيج، ده ضروري يعني. ولكن العروسة معروفة حاجتها بتكون ميالة للألوان الفاتحة. سعيدة إن محافظة دمياط دايما بترفع راس كل مصري، فاتضح إن هما مش للخشب بس، مش للحلويات بس، ده للمفروشات كمان. طب أنا لاحظت إن الأقمشة يعني في المودرن وفي الستيل، فأنت طبعا لو هتجيبي بنت حضرتك قماش هتختاري لها إيه، المودرن ولا الستيل؟ دايما الستيل فيه شيء من الفخامة، دايما يعني تلاقي فيه لمسات معينة. يعني لو هختار لا أحب الكلاسيك شوية. كلاسيك. لأنه بيكون فيه فعلا رقي، بيكون فيه شياكة. دايما العصور اللي فاتت كلها تلاقي فيها شيء من الشياكة والرقي وكله. الصيحة الحديقية أو المودرن فيه رقي، لكن مش هتلاقي فيها حتة الفخامة قوي زي الكلاسيك. واعتقد ان معرض النجاري الرسومات اللي عنده والقماش مختارها على اساس كلاسيك، اعتقد يعني تبع ما انا شفت في التقرير يعني هيوضحوا لنا دلوقتي، ولكن ده نظرتي يعني. من زيارتي لكتير من المحلات والمعارض ما لقيتش يعني الرسومات في حاجات حلوه، ولكن عندي النجاري لا ما شاء الله يعني نشكرهم جدا جدا على اهتمامهم ان يكون عندهم التشكيله الكبيره دي والخامه المحترمه قوي اللي بيقدموها للعرايس وسيدات البيوت عشان يشيكوا بهم البيت، لان اهم حاجه في حياه كل انسان البيت، لان ده مملكه. فاذا ما كناش نقعد في مملكه نشعر بيها بالسعاده وبالرقي وبالفخامه، يبقى احنا كده مش عايشين في بيت يعني نشعر بيه بشيء من الفن.